هادم اللذات ومجنن الأسعار، هو مفيش غيره الدولار اللي بهدلنا وبهدل الجنيه معاه. لكن دلوقتي والأول مرة من شهور كتير بنشوف انهيار الدولار في السوق السوداء، وبعد صعوده ل 42 جنيه دلوقتي سعره 37 جنيه بس. فهل دي صحوة مؤقتة للجنيه ولا اللعبة قوانينها اتغيرت؟ أكتر من تعويم حصل للجنيه علشان يوصل سعر الدولار الواحد في البنك ل 31 جنيه تقريبا. ورغم كل ده السوق السوداء ظهرت في مصر من تاني، والأخضر الأمريكاني كان واخد راحته على الآخر. انت متخيل ان الدولار الواحد سجل 42 جنيه في بعض الأوقات؟ بس الجديد بقى ان حركة الدولار خلال الأيام الأخيرة اختلفت تماما، ودلوقتي الدولار ب 37 جنيه بس. طيب ليه؟ أعد معايا يا سيدي. 1. حملات من التجار لمقاطعة وقف الاستيراد ومقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء. 2. مبادرة إعفاء واردات ذهب المصريين في الخارج من الجمارك. 3. إعلان الحكومة عن صفقات بيع شركات مملوكة للدولة. 4. تقليل الحاجة للدولار. طيب إيه التفاصيل؟ خلينا نبدأ بحملات المقاطعة واللي بدأتها رابطة تجار السيارات، وده تحت عنوان ادعم الجنيه عملة بلدك. الحملة طلبت من التجار وقف شراء الدولار من السوق السوداء، وده لمدة شهر علشان يقللوا سعره. ودخل معاها شعبة المحاجر واللي أعلنت وقف استيراد الجرانيت والرخام هي كمان. وفي كلام إن تجار تانيين هيدخلوا ضمن المبادرة. أما تاني سبب فهو إعفاء واردات الذهب من الجمارك. طيب إيه علاقة الذهب بالدولار؟ بكل بساطة يا سيدي، الفترة اللي فاتت زاد إقبال المصريين على شراء الذهب في الوقت اللي حجم المعروض في السوق كان قليل. علشان كده التجار اشتروا الدولار من السوق السوداء لشراء الذهب، وطبعا ده بيرفع سعر الدولار. لكن دلوقتي الحكومة سمحت لأي حد مصري يجيب كمية الذهب اللي عاوزها من بره من غير ما يدفع عليها رسوم ولا جمارك، وهيدفع بس ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% من سعر المصنعية على جرام. وللسبب ده متوقع إن كمية الذهب في السوق تزيد، فيقل طلب تجار الذهب على الدولار من السوق السوداء. أما بقى السبب الثالث فهو بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والبداية كانت بيع شركة باكين لشركة الأسباق الإماراتية، وبيع 10% من شركة المصرية للاتصالات. وخد بالك الحكومة بتخطط لجمع 2 مليار دولار قبل 30 يونيو، وده عن طريق برنامج الطروحات الحكومية برضو. أما السبب الرابع فهو كلام الحكومة عن الاعتماد على العملة المحلية، وده في التبادل التجاري مع الدول التانية. ومن غير مصطلحات معقدة، ده معناه إنك تستورد من الصين باليوان ومن الهند بالروبية وهكذا. بس طبعا كل دي أفكار ولسه مفيش اتفاق رسمي. وعلشان كده في سؤال مهم: هل انخفاض الدولار في السوق السوداء مستمر؟ في توقعات بانخفاض سعر الدولار ل 35 جنيه، لكن استمرار الانخفاض ده مش مضمون، ولو ما خدناش خطوات أكتر تضمن زيادة دخل مصر من الدولار. فهل ده رأيكم انتوا كمان ولا إيه؟